بتكلميه عشان يجي يخطبك او ينجز ويشتري شقه وضحك عليكي وراح يجيب عربيه وانت سكتي، يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. الاول اعملي اللايك والشير عشان خيبتي وخيبتك وتعالي معايا. بص يا ستي، الراجل لو بيحبك بجد وعايزك بجد وشريك بجد، مفيش اي حاجه في الدنيا دي هتمنعه انه يخطبك ويتجوزك ويبقى خايف عليكي لحسن تتجوزي ولا اهلك يغصبوا عليكي عريس، او ان يبقى شكلك وحش قدامهم ان انتوا عارفين بعض بقالكوا سنتين ولحد دلوقتي ما لبستوش دبله، او انك تسمعي كلام مش لذيذ من صاحباتك. فهيبقى راجل معاكي ويتقدم ان شاء الله يجيب دبلتين، وحتى لو معهوش فلوس هيجي يخطبك ويتسلف من هنا وهنا، وان شاء الله يشتغل شغلتين عشان يجيب الشبكه والشقه والجهاز والعفش والسيراميك واللازم منه. وبما انه واحد بيحب واحده فاكيد ليه معطيات، فهيعمل شويه خطوات وحركات هتأدي الى انه يتجوزها. لكن بقى لو شغله على قده واللي جاي على قد اللي رايح، ولا عنده شقه ولا ورث وعلى الله حكايته، وبعد كل ده يجي يقولك انا هشتري عربيه عشان متبهدل في المواصلات، اصل ساعات الباقه بتخلص وما بعرفش اطلب اوبر، ويضحك عليكي بقى ويقولك عشان اجي اوديكي المشاوير وعند هايدي صاحبتك واخدك من عند منى بنت خالك ويا حبيبتي احضنك واقول لك كلام حلو ونسمع عمرو دياب في العربيه وانا اسوق وايدي على الدركسيون وانت يا اختي قاعده جنبي حاطه ايدك على الفتيس، وانت صدقتي بقى يا خايبه، وبدل ما يبقى قريته فاتحه يجيب لك عربيه في فتحه سقف. يا خايبه يا مايله. واول ما يجيب يا اختي العربيه هينسى بقى الخطوبه والحب واللفلفه ويقعد يتصرمح بيها ليل نهار ويعرف بنات عليكي. وبدل ما يحوش يا اختي قرشين عشان يتجوزك هيركز بقى في الشكمان والفاميه والمساعدين وموتور العربيه. وخدي عندك بقى النهارده العربيه عايزه كبالن، بكره عايزه فتيس، بكره عايزه موتور وهلم جره. وبدل ما يركز في الشقه والسيراميك هيركز في النانو سيراميك. شفتي بقى لو وافقتي انه يجيب العربيه ايه اللي هيبقى مستنيكي؟ وقفي له كده اسد قولي له يا انا يا العربيه. ولو اختار العربيه يبقى يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. انا بسنت النبراوي، تابعيني في يا خيبتك عشان نشوف خيبتك وخيبتك. تكلمي ايه؟ والنهارده عايز لا وانك تسمعي كلام مش لذيذ وبدل ما يركز في الشقه والسيراميك هينكز هينكز وبدل